مقاومة الانسولين، مقاومة انسولين، مقاومة انسولين، انا عارفة ان بيقابلك فيديوهات كتير عنها وعمالة تسمعي ان قد ايه هي السبب في كل مشاكلك، بس هو اصلا يعني ايه مقاومة انسولين؟ ببساطة مقاومة الانسولين معناها ان جسمك بطل يسمع كلام هرمون الانسولين. المفروض انك لما بتاكلي الانسولين ده بيساعد السكر انه يدخل جوه خلايا جسمك علشان يديكي طاقة وكل حاجة تبقى تمام. المشكلة بتحصل بقى لما بيكون في مقاومة، فالسكر بيفضل في الدم وما بيدخلش الخلايا، فالمخ يفكر ان جسمك محتاج اكل اكتر عشان لسه محتاج طاقة، فتحسي بالجوع اكتر وتاكلي اكتر، وللاسف الوزن بيزيد. في بعض الدراسات لقوا ان مقاومة الانسولين هي السبب في بطء نزول الوزن عند بعض السيدات حتى لو ماشيين على الدايت زي ما الكتاب بيقول. طب ازاي بقى نعرف لو عندنا مقاومة انسولين؟ ببساطة هتحسي انك بتجوعي بعد الاكل بساعة او ساعتين، وان تركيزك بقى ضعيف، وكمان ان الدهون بقت بتتراكم في منطقة البطن مثلا. بس ما تقلقيش، الموضوع له حلول. ممكن نبدأ بخطوات بسيطة زي اننا نمشي 30 دقيقة في اليوم او اكتر، او اننا نقلل سكر ونشويات ونزود من البروتين والالياف من الخضار مثلا. مهم جدا اننا نحافظ على جودة النوم، لان جودة النوم بتأثر بشكل كبير على معدل الحرق. عرفيني في الكومنتات ايه اكتر حاجه مضايقاكي الفتره اللي فاتت. انا سوريا الألفي، اخصائيه تغذيه. ما تنسيش تعملي فولو عشان تعرفي ازاي تعيشي بصحه مش مجرد بتعملي ده.